خلي الحب في قلبك دايما يملى حياتك فرحة ونور، وتلقى حياتك تصبح أجمل وتعيش بالحب في هنا وسرور. حب أهلك، حب عملك، حب بلدك هي أملك، حب الدنيا وحب الناس، الحب ده أجمل إحساس. من هنا من إذاعة القاهرة الكبرى لكل مستمع ولكل مستمعة نقدم دعوة للحب. دعوة للحب. دعوة للحب. دعوة للحب. دعوة للحب تقدمها لكم دينا عبد الباسط. أصدقائي، أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد من البرنامج، ودائما دعوة متجددة للحب من راديو القاهرة الكبرى لكل مستمعينا. أصدقائي، دعوة اليوم هي دعوة من الطبيعة، دعوة للاحتفال بقدوم الربيع، دعوة تحمل نسمات الربيع الرقيقة، دعوة تحمل تغريد الطيور عبير الزهور، احتفالية كبرى من الطبيعة بقدوم الربيع للإعلان عن ميلاد أمل وحب وقيم ومشاعر جديدة جميلة، ودعوة للإشراق والتفاؤل والسعادة. وادي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنواره. يمكن أصدقائي الربيع بما له من جمال وسحر وبهاء تعبر عنه الطبيعة بكل قوة، كان مصدر للإلهام والإبداع من المبدعين، شعراء ومطربين وموسيقيين ورسامين، الكل يتفاعل مع هذا الحدث أو هذه الاحتفالية الطبيعية، يتفاعل معها ويبدع ويخرج لنا من أجمل المقتنيات الفنية، سواء شعر أو أغنية جميلة أو مقطوعة موسيقية أو لوحة فنية، كلها تعبر عن مظاهر الجمال والإشراق والروعة وبهاء الطبيعة. فزي ما غنى الفنان فريد الأطرش للربيع، وادي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنواره، نجد أيضا أن شعراء العربية تحديدا على مر العصور المختلفة كتبوا عن الربيع إبداعا وإلهاما وعشقا لهذه الطبيعة الساحرة التي ترتدي أبهى حلالها في فصل الربيع. ويمكن من أشهر الأبيات اللي كلنا نعرفها ونسمع كلمات وعبارات منها شعر البحتري في الربيع. ليس البحتري وحده الذي كتب عن الربيع، ولكن هناك أحيانا تكون أبيات وكلمات مأثورة وخالدة. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما، وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. ما أجمل الكلمات وما أروع التعبير والصور الفنية البلاغية التي تزيد الجمال الطبيعي وجمال الطبيعة وبهائها جمالا وروعة أكثر. نسعد اليوم أصدقائي بضيافة الدكتورة سيهام عبد الباقي، الباحث في التراث المصري والثقافة الإفريقية. برحب بحضرتك معانا دكتورة، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بخير أستاذة دينا، وعيد ربيع، عيد ربيع وشم نسيم سعيد على جمهورية مصر العربية كلها والوطن العربي كمان اللي بيحتفل بيه. تمام، يعني هو فعلا من الأعياد الجميلة المبهجة المشرقة في حياتنا. فلو بدأنا كلامنا بقى مع حضرتك، عيد شم النسيم وبدايته ومتى بدأنا الاحتفال بيه، وإيه هو عيد شم النسيم؟ شم النسيم ده زي ما حضرتك ما قلتي هو عيد مصري بامتياز. المصريين القدماء قد إيه كانوا بيحبوا البيئة وبيحبوا الطبيعة، وكانوا طول الوقت حريصين على ان هم يحتفلوا بالأعياد الزراعية. معنى كده ان شم النسيم عيد زراعي، شم النسيم عيد زراعي. كان المصريين القدماء بيحتفلوا في شهر ابريل، ويعني عشان هم اصلا
الحضارة المصرية قامت على الزراعة، مش اهتموا كمان بشم النسيم بس، لا ده اهتموا بكثير من الأعياد اللي سبقته، زي عيد فيضان النيل. ويعني مع بداية الفيضان كان في احتفال، ومع عيد وفاء النيل اللي كان نهر النيل بيوصل فيه لأعلى منسوب كان في احتفال، وفي شم النسيم كان في احتفال. شم النسيم مأخوذ من كلمة شمو، وهي كلمة هيروغليفية وتعني الحصاد. فشم النسيم هو كان بالنسبة للمصري القديم شهر أو فصل الحصاد. طبعا الكلمة نفسها تم تعديلها وتم بعد كده الإضافة إليها في العصر القبطي، فأصبحت تحولت من شمو إلى شم، وتم إضافة ليها كلمة النسيم. لذلك اعتبر العيد الجميل ده هو عيد قومي لكل المصريين. تمام. يعني هو ليس عيد ديني بالظبط، هو عيد مصري قديم بيعكس الهوية المصرية لكل المصريين اللي كانوا بيحتفلوا بيه. يعني هو عيد زي ما بنقول مشاركة من المصريين للطبيعة في الاحتفال بهذا التحول الإيجابي في الطبيعة، اللي هو إنه خرجنا من فصل الشتاء بكل ما فيه من برودة وانكماش وبيات شتوي زي ما بيقولوا لكل شيء، صحيح، إلى الربيع، البهجة والإشراق والانطلاق والمرح والحصاد زي ما حضرتك بتقولي. يعني الحصاد كمان يعني ارتبط بالزراعة لهذا الأمر. يعني يمكن ارتباط المصري القديم بالنيل جعل النيل محور احتفالات، وحضرتك أشرتي إلى أنه بنحتفل بعيد وفاء النيل، بعيد الفيضان، ويتوسطهم عيد شم النسيم طبعا، اللي هو عيد الحصاد. طبعا حتى الديانات اللي وفدت على مصر زي الديانة القبطية في العصر القبطي والإسلام في الفتح الإسلامي لم يغيروا من عادات المصريين في الاحتفال بهذا اليوم. بالعكس، ده ورد في كثير من كتابات المؤرخين انه في العصور الإسلامية كان الخلفاء الفاطميين في هذا اليوم بيخرجوا مع جموع المصريين ويصطفوا على ضفاف نهر النيل، وكان الخليفة لازم يوزع على جموع الشعب المصري كله في هذا اليوم مشروب الليمون وأنواع متنوعة من الأسماك. فكان كل المصريين مسلم وقبطي بيخرجوا ويحتفلوا سويا بهذا اليوم الهام جدا في التقويم المصري القديم، واللي يعني سمي شمو عشان كان بيطلق على الفصل اللي هو المعروف حاليا بفصل الربيع، وكان بيبان فيه بقى والمحاصيل الزراعية كانت بتكسر ويعني بتبقى في أفضل وأحسن صورة، وكان بيكتمل نضجها كمان في هذا الفصل الجميل. زي ما حضرتك أشرتي إنه عيد شم النسيم وهو للاحتفال بقدوم الربيع هو عيد الحصاد، وهو عيد كان مرتبط عند المصري القديم بالزراعة لأنه موعد الحصاد. ارتباطه بعيد الفصح أو عيد القيامة المجيد. سر هذا الارتباط أو كيف جاء هذا الارتباط؟ طبعا كما هو معلوم يوم الزينة في مصر كان هو اللي ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة، وفي كثير من السور يعني الأحداث التي تناولت قصة سيدنا موسى وفرعون تحدثت عن يوم اسمه يوم الزينة. تمام. أشار المؤرخين والمفسرين إن ده كان احتفال المصري القديم بعيد شم النسيم. طبعا احنا عارفين انه بني اسرائيل عاشوا في مصر فترة طويلة بين المصريين. عندما ارادوا الخروج من مصر ارادوا
يعني حددوا أو اختاروا هذا اليوم لأنه كان من أكثر الأيام مناسبة لهم لانشغال المصريين بإعداد الاحتفال والخروج وهكذا. فلما خرجوا هم يعني عبروا بقى. دي فكرة العبور، ان هم عبروا من مصر وخرجوا منها، اخدوا معهم هذا العيد وفضلوا محتفلين من كتر اعجابهم بالفكرة، متأثرين زي ما بنقول. فكرة الثقافة المصرية الجاذبة التي تحوي كل من يقترب منها ويعيش فيها. نعم، والتأثير والتأثر الثقافي. فأخدوا هذا العيد وأطلقوا عليه عيد الفصح. أصبح هذا العيد لديهم هو عيد الفصح. بعد كده لما جت المسيحية أيضا أخذت يعني هذه التسمية عيد الفصح، وبقى هو اليوم اللي بيسبق شم النسيم، الأحد اللي هو قبل شم النسيم على طول. بيبقى هو ده الاحتفال بعيد الفصح، عيد القيامة المجيد. ويوم الاثنين اللي بعديه بيبقى احتفال مصر كلها بعيد شم النسيم. تمام. عشان كده في فكرة الخلط ده، هل هو عيد ديني؟ هل هو عيد مسيحي؟ أم هو عيد مصري؟ هو طبعا كما تشير الوثائق التاريخية أنه عيد مصري يحتفل به كل المصريين، لأنه احتفال زي ما بنقول الحصاد، يعني واحتفال شعبي واحتفال بقى يعني حتى من لم يمارس مهنة الزراعة ولا يعرف عنها شيء فهو يحتفل بشم النسيم. يعني الربيع، الجو الجميل، الطبيعة المشرقة، سحر الطبيعة، الظهور في هذا اليوم أو في هذه الفترة لها شكل خاص، حركة الطبيعة ككل، يعني احتفالية، مهرجان احتفالي من الطبيعة فعلا حقيقي يعني في كل شيء يعني. صحيح. لو اتكلمنا عن شم النسيم في إطار الطقوس والعادات والتقاليد الاجتماعية، كيف يحيي المصريون هذا العيد منذ عهد الأجداد وإلى الآن؟ يعني إيه العادات اللي كانت موجودة منذ عهد الفراعنة وما زلنا نحن إلى اليوم نحافظ عليها ونتمسك بها؟ طبعا عيد شم النسيم كان بدايته مع حاجة اسمها الانقلاب الربيعي. الانقلاب الربيعي ده كان الفترة اللي بيتساوى فيها الليل بالنهار، عندما يعني الشمس بتتعامد على برج الحمل. تمام. فالفترة دي كان المصريين القدماء بيعملوا رؤية، يعني كمان ما كانش الموضوع كده موضوع عشوائي هو أو بسيط. التاريخ بتاعه بيختلف. نعم. يعني مرة يجي في شهر 5 ومرة يجي في شهر 4، يعني بين 4 و5. فكان له رؤية يا أستاذة دينا زي رؤية ليلة القدر كده. فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بييجوا عند الهرم ويشوفوا انعكاس الشمس على الهرم الأكبر تحديدا. لو الأشعة دي خلت القمر يبدو الهرم يبدو مقسوم نصفين، كان دي معناهم الليلة اللي هي السابقة للاحتفال بشم النسيم. تمام. أول ما يشوفوا ده ويتأكدوا منه يذهبوا إلى بيوتهم عشان ويعرفوا إن بكرة عيد شم النسيم، فيبدأوا يستعدوا بيه. يعني هي رؤية فعلا سابقة. نعم. للمناسبة بيوم فعلا. نعم. يعني هو الأمر ما كانش مجرد احتفال عادي. الفراعنة كانوا بارعين في الفلك كمان يعني بالزبط. فهم فعلا كانوا بيقدروا ومتمكنين ومحترفين. ازاي يقدروا إذا كانوا يعني قدروا إن هم يعني يظبطوا فكرة أن تقع أشعة الشمس على وجه رمسيس في موعد معين من السنة أو في معادين معينين من السنة، الميلاد والجلوس على العرش، يعني إنه يوصلوا لهذا التمكن وهذا الاحتراف. فهم فعلا كانوا بارعين في مجال الفلك بشكل فائق يعني. طبعا. يعني مما لا شك فيه. فبعد ما تثبت لهم الرؤية إنه بكرة شم النسيم يبدأوا يتجهوا إلى البيوت. أول حاجة كانوا بيعملوها إن هم يجهزوا البيت ويلونوا أو يكتبوا عليه أمنيات ودعوات وصلوات. يعني فكرة تلوين البيت دي فكرة فرعونية قديمة. وليست فكرة مستحدثة خالص. فكانوا يجمعوا البيت
يضعوه في سلال من الخوص. يحطوها فين بقى؟ على شرفات المنازل. أيوة. او يعلقوها في الاشجار المتخمة لبيوتهم. تمام. طيب كان ايه الهدف من ده؟ انه الشمس تشرق على سلال البيت دي اللي فيها الأمنيات. نعم. ليه؟ عشان النور الإلهي، احنا طبعا عارفين عبادة الإله أتون، وإن قد إيه كانت متأصلة عند المصريين. فكان ضوء الشمس أول ما يطلع يبارك هذه الأمنيات، وكأنه بمثابة تحقيق ليها. في بقى تقليد المصريين كانوا بيعملوه، إنهم ياخدوا البيض ويحدفوه. فكانت البيضة التي لا تكسر، كل واحد بقى عارف بيته. ما بالظبط، مين هو ملونها وعارف هو حسب الألوان يعني. طبعا. فكانت البيضة التي لا تكسر دي البيضة اللي هي هتتحقق الأمنيات الخاصة بيها. يعني كمان دي من ضمن الحاجات بتاعتهم. تمام. وكانوا من بقى المشاكسات اللطيفة في الأسرة المصرية، مرحين المصريين في احتفالاتهم يعني مش النكتة بس، يعني حتى في طريقة الاحتفال فيها لمسة المرح يعني. تأكيد يعني أخف دم في العالم كله. أيوة. فكانوا يعملوا إيه؟ كان ممكن فرد من أفراد الأسرة يدس كده بيضة صناعية. من هنا بقى جه المثل اللي بيقولك ده شخص بيلعب بالبيضة والحجر. بالظبط. ان هو ازاي يعرف يتنكر ويتخفى ويعمل مكائد وهكذا. فيعني شوفي احنا بنربط الاحداث ببعضها ازاي. بالظبط. تمام. بعد كده بقى اول نور الشمس ما يطلع يبدأوا يوزعوا على بعض البيض ده. طب ايه ليه البيض؟ يعني اختيار البيض. لانه البيض بيرمز ليهم لفكرة خلق الحياة. بالنسبة لهم بداية الحياة يعني. نعم. خرجت من ايه؟ من هذه البيض. بالظبط كده. دي الاولى. بعد كده كانوا بيذهبوا للمناطق الحدائق. نعم. ويصطفوا على جانبي نهر النيل. وكانت القوارب بيتم تزيينها بالورود والأشجار. وانتبهي للي هقوله بقى. أيوة. الزوج المصري القديم أيها الزوج المعاصر، كلنا ننتبه إلى هذا الكلام. ماذا كان يفعل الزوج المصري القديم؟ كان يقدم لزوجته في هذا اليوم زهرة اللوتس هدية لها في عيد الربيع، لأنها الزهرة التي ترمز للخلود، وكأن فيها رمزية إلى أن حبه لزوجته يعني خالد خلود هذه الزهرة. يعني هنا كمان حرص قد ايه تدعيم الروابط الأسرية. طبعا. يعني المصري عندما كان يحتفل فكانت في طقوس احتفالاته وتفاصيل الاحتفالات رسائل وتأكيد على قيم معينة، قيم إيجابية معينة. يعني مثلا فكرة البيض وإنه بداية الحياة، فكرة تقديم الزوج لزوجته زهرة اللوتس رمز الخلود. طبعا. والبقاء. يعني هنا المصري عندما يحتفل حتى ليس بفكرة الاحتفال والترفيه فقط، وإنما حتى يرسي قيم ومعاني. طبعا. ويؤكد على أفكار إيجابية معينة. يعني أحسنتي أستاذة دينا. هذا بالفعل يعني كان دوما سمت المصري القديم. كمان عايزة أقول لحضرتك حتى الملوك العظام كانوا دوما حريصين على ان هم يصوروا نفسهم وهم مع ابنائهم وبناتهم في جلسات اسريه. يعني تأكيد على فكرة الأسرة، قدسية الأسرة عند المصري القديم. بالظبط. حتى الاحتفالات التانية زي عيد الحب، ولو يعني رجعنا للبرديات والرسائل اللي كان المصري بيوجهها كمان لزوجته في عيد الحب، وقد ايه كان بيخلع عليها من صفات الجمال والكمال ما لم يخلعوا عليها أحد، أو كثير من الصفات تفرد بها المصري القديم، لأن عاطفته كانت دوما جياشة وقوية، قوة الطبيعة المحيطة ليه. احترام وتقدير الزوجة، احترام طبعا. الأسرة، حب الحياة الأسرية. يعني ويمكن ده سر بقاء مصر دولة خالدة إلى اليوم، يعني رغم كل ما مرت به
عبر العصور المختلفة، ولكنها باقية لأن فعلا أهلها في حالة تماسك. صحيح. الأسرة الكبيرة والأسر الصغيرة التي تكون الأسرة الكبيرة وهي الوطن ككل يعني. بالطبع. ننتقل إلى باقي تفاصيل الاحتفال بعيد شم النسيم. الفسيخ طبعا يعني بطل هذا اليوم. تمام. الراعي الرسمي لهذا اليوم طبعا. هذا أيضا من أيام الفراعنة، يعني كل ما نتحدث فيه عن عادات نحن نمارسها اليوم هي يمكن معظمها يرجع بجذوره إلى مصر القديمة أو الفراعنة. بالضبط. طبعا المصري القديم فكرة تمليح الأسماك كانت عنده قديمة، لكنه كان بيستخدمها في هذا اليوم لرمزية معينة. ليه؟ لأنه نهر النيل لما كان بيفيض كانت معظم هذه الأسماك بتبقى موجودة في الطمي الموجود على جانبي النهر ملتصقة بيه، فما كانتش بتقدر ترجع للنهر التاني. تمام. فكان هو بيجمعها ومن كثرتها هو سعى إلى تمليحها للحفاظ عليها. دي كانت البداية. تمام. وهو كان من أول الشعوب اللي عملت الأسماك المملحة. الفسيخ في هذا اليوم ليه رمزية. ايه رمزيته؟ في اعتقاد لدى المصري القديم بيقول انه الحياة خلقت من محيط أزلي، خرجت كل المخلوقات والكائنات من هذا المحيط. فطبعا المحيط به مختلف الأسماك، ولذلك السمك في هذا اليوم تأكيدا لفكرة أيضا أن الحياة بانتقالها من البرودة إلى الحياة والخضار أصبحت خلقت الحياة أو ممتدة أو مستمرة. يعني بدأت يعني الأسماك على أساس أنها كائنات وتأتي من الماء من هذا المصدر الخالد. لذا فكرة التحول أنها كانت داخل مكان موجودة فيه وخرجت بقى منه. بالضبط. هي دي الرمزية اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها. فلذلك كان هي الطبق الأساسي على الموائد. البصل الأخضر لديهم بيرمز ل يعني التحصين ضد الأرواح الشريرة. حتى في عيد الميلاد كانوا برضو بيحتفلوا بالقصب. نفس الفكرة انه النبات نفسه وشكله فيه شموخ. لانه صاعد ومتجه الى السماء. ففكرة بيرمزوا الرمزية بتاعت النبات ده وده فكرة الامجاد السماوية او الاتصال بالقوة العليا. القوة العليا تحصن الانسان من اي شرور او اذى. بالفعل كده. الخس ايضا كان من النباتات الهامة جدا عندهم، وكان عندهم يعني بيساعد على الخصوبة، فكانوا مهتمين بيه جدا. وكانوا يعني من اول الحاجات اللي بيسعوا ان هم ياكلوها اول ما بتبقى بشاير. الخس بالذات. الحمص اللي هم سموه الملانة بالظبط. جت التسمية ان الثمرة كانت لا تنضج الا مع قدوم الربيع وتمتلئ، فجت التسمية انها بقت ملانة. كل الحاجات دي اسمها الخماسية المقدسة، اللي هي البيض، الفسيخ، البصل الأخضر، الخس، الحمص الأخضر. دول اسمهم الخماسية المقدسة لدى المصريين في احتفالاتهم بشم النسيم. كانوا دول لازم يبقوا موجودين، ما ينفعش عنصر منهم ما يبقاش موجود. حضرتك زي ما بتشوفي دكتورة سهام، يمكن هنا مثلا احنا عندنا في القاهرة اهم حاجة بنحرص عليها الخروج الى المتنزهات والحدائق، الخروج الى شاطئ النيل. لازم نشوف النيل في اليوم ده، معظمنا على الاقل نحب نشوف النيل. طبعا ده اللي بيبقى ليه بريق خاص ورونق خاص في الحقيقة. يعني شراء الزهور، سواء يعني الجميع، كل افراد الاسرة، الابناء يهدوها لامهاتهم وابائهم، الزرع
تأسيسات الزرع صحيح. طبعا تلوين البيض وخصوصا بالنسبة للأطفال الصغيرين والرسم عليه. طبعا في وقت الغداء أكل الأسماك المملحة، يعني ده هنا في القاهرة فعلا إحنا بنعمل ده. هل هناك اختلاف في العادات والتقاليد والاحتفال بهذا اليوم في الأماكن الأخرى من مصر، الأماكن البعيدة عن الحواضر زي صعيد مصر مثلا؟ طبعا هو كل المناطق الثقافية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية ليها طرق مختلفة. في مثلا البدو في سيناء بيحتفلوا بأكلاتهم التقليدية، بيضيفوا إليها الأسماك. الأسماك طبعا منتشرة في العريش، تمام. بيضيفوا إليها الأسماك المشوية، والأكلة التقليدية بتاعتهم المندي. لكن الأسماك المشوية ليست المملحة، يعني مش الفسيخ ولا الملوحة ولا كده. لا، أسماك. ومن الطقوس اللي بيحرصوا عليها إن هم يعلقوا البصل الأخضر مع نبات عندهم اسمه الدميسة. أيوة. يعني ده يعني هما بيضيفوا حاجة من البيئة الخاصة بيهم مع الاحتفال التقليدي اللي موجود في مصر ككل. بالظبط كده، وده بيبقى فقل حسن. يعني بالنسبة لهم ان السنة هتبقى خير. لو رحنا دمياط هنلاقي ان هم عندهم تقليد، بيعملوا كورة خشبية وبيلونوها ألوان زاهية وبيوزعوها في المحافظة. دي المظاهر الاحتفالية بتاعتهم. لو هنيجي على أسوان طبعا هم لديهم اهتمام جدا بالملوحة. يعني القاهريين بيميلوا للفسيخ، تمام. هم بيميلوا للملوحة، صحيح. هم مصدر توريدها لمصر كلها. طبعا وهي كمان السمك عندهم سمك نيلي مش سمك بحري زي عندنا. فمن أشهر أنواع كمان الأسماك عندهم اسمه غريب كده، اسمه الكلب. يعني تمام. مسميينه كده لأن ليه أسنان، أو اسمه كلب البحر. ده نوع من الأسماك عندهم. ده حقيقي صحيح. اللي بتستخدم عندهم لأن السمكة وزنها كبير، بتصل تتراوح ما بين 2 و 3 كيلو، ولأن أسماكها حادة. دي اللي بيصنع منها الملوحة. أسنانها نعم. أسنانها حادة جدا، فأطلقوا عليها الاسم ده، وهي من أكثر أنواع الملوحة جودة في مصر. لو بقى هننزل على بقى نكمل بقى للصعيد الجواني، هنجد مثلا إنه في إسنا وفي صعيد مصر، يعني من أول محافظة قنا والأقصر وأسوان، هنجد المظاهر الاحتفالية بتصل إلى قرابة أسبوعين بيحتفلوا لمدة 7 أيام. يعني من الأحد قبل شم النسيم للاثنين اللي بعديه، تمام، أسبوع كامل بيحتفلوا بالعيد. طيب أول حاجة بيعملوها اللي هو يوم الحد اللي قبل بيسبق شم النسيم بأسبوع. بالظبط كده. بيجيبوا السعف، واحنا عارفين ان النخيل منتشر. ده طبعا بيعملوه اخواننا المسيحيين في الكنائس، تمام. لكن الصعايدة بيجيبوا من النخل بتاعهم السعف الأخضر، وبيعملوا منه أشكال. بيعملوه على شكل تاج أو إسورة أو حجل، والحجل بالمناسبة هو الخلخال. تمام. ليه بيعملوا كده؟ لأن في اعتقاد منهم إن لبس السعف في هذا الوقت ووضعه على الجسم بيعالج أمراض العظام والصداع. عشان كده بيعملوه في صورة تاج، أو بيحطوه حوالين اليدين أو القدم. تمام. دي حاجة. فوتنا الحد، بيجوا يوم الثلاث يعملوا تقليد. التقليد ده غريب شوية. بيجيبوا الجرة دي شرط تتملي من مية النيل، تمام، وتبقى طازة. يجيبوا بصل يدشوه او يكسروه على ركابهم. دش البصل ده لفظ مصري. ما يعني احنا بنتكلم مصري. احنا بنتكلم بالمصري صحيح العامي. فيدشوا البصل على الركبة، وبعد كده يقوموا حاطينه في الجرة دي بتاعت المية، ويوزعوها في كل اجزاء المنزل.
دي بتعمل ايه؟ بتطرد الفعل السيء والحظ السيء والعين الشريرة، الطاقة السلبية زي ما بيقولوا يعني بالظبط كده. بلغة العلم الحديث. تحسين شعبي، تحسين شعبي بالبصل الأخضر تمام أو الناشف زي ما بيتوفر لديهم. يوم الأربع ده احتفال، فيه احتفال اسمه 4 أيوب. ليه 4 أيوب؟ أيوة. هو الأربع ده طبعا سيدنا أيوب مشترك في الديانة المسيحية والإسلامية. أيوة. هو كان مريض واستخدم نبات معين. النبات ده بيقال اسمه نبات الخبيرة. أيوة. نبات الخبير. وفيه وثائق بتقول إنه ربنا أو حاله كانت زوجته حفيدة نبي الله يوسف. تمام. إنهم أثناء جلوسهم شافت زوجته سحلية بتتمسح بهذا النبات اللي اسمه الخبيرة اللي بينمو على جانبي نهر النيل. وبعد كده نزلت المية وكان عندها يعني جرب، نزلت المية فقالت له ليه ما نتبعش يعني او ما نمشيش على هذه الرسالة كأنها رسالة جت من ربنا. وبالفعل هو استخدم النبات ده كما يروى واستحمى بيه واتحقق له الشفاء بإذن الله. في الصعيد بيجيبوا النبات ده بيجمعوه قبلها وبيحرصوا على الاستحمام في هذا اليوم تحصينا لنفسهم من الأمراض. عايزه اسال حضرتك بقى العاده اللي انت بتحبيها قوي شخصيا انك تعمليها في شم النسيم، يعني ايه اللي انت اللي حريصه عليه بقى في هذا اليوم؟ والله بشكر حضرتك على السؤال الجميل ده. يعني انا بحب اتكلم عن طقوسي الخاصه. تمام. فطبعا الفسيخ والرنجه والملوحه دي اساسيات في معظم البيوت المصريه. يعني دي يوم شم النسيم انا بستعد ليها من دلوقتي. تمام. انا لازم يعني اجيب مجموعه من الزرع والورد وغطي بلكونتي كلها. اصحى الصبح اجهز السفره اللي هي بيض ملون لونوه بناتي ومعاه الترمس ومعاه الحمص ومعاه طبعا الفسيخ واي نوع مع المشروبات بقى. والمائده دي لازم تفضل طول اليوم بشكلها ده، ناكل منها ونحطها برضو دي زي ما هي تفضل موجوده. لازم يعني دي ديكور بتاع البيت في اليوم ده. ممكن كمان بحب جدا احط اللي هي التحف اللي هي ديك فرخه مع البيت الطبيعه بقى عشان نحس يعني بالمجسم طبعا عشان نحس بالاجواء دي. يعني نتمنى بإذن الله أن يديم الله على مصر الحبيبة السلام والاستقرار والأمن والأمان والوحدة. كل سنة وحضرتك طيبة. وباسم كل مستمعينا بشكرك على هذه الجولة الجميلة اللي صاحبتينا فيها في ربوع وأجزاء مصر المختلفة. نقلتينا لأجواء احتفالية مختلفة، كيف يحتفلوا في الصعيد، كيف يحتفلوا في مناطق البدو، كيف يتم الاحتفال في المدن الساحلية. يعني صاحبتينا في جولة جميلة جدا وسريعة انه ازاي مصر كلها بتحتفل بشم النسيم. هناك عادات مشتركة ولكن هناك تفاصيل تختلف من بيئة الى بيئة. بشكر حضرتك حقيقي دكتورة سهام على هذه الجولة الجميلة اللي نقلتنا الى هذه الاجواء المبهجة. كل الشكر لحضرتك أستاذة دينا، سعدت بصحبة حضرتك وسعدت بصحبة جميع المستمعين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. عيد ميلاد سعيد وعيد قيامة مجيد سعيد وعيد شم نسيم سعيد على مصر كلها. آمين يا رب العالمين. في نهاية لقائي أشكر الدكتورة سهام عبد الباقي الباحث في التراث المصري والثقافة الإفريقية. وإلى أن يتجدد اللقاء أصدقائي، دعوة دائما متجددة للحب من راديو القاهرة لكل مستمعينا، وأحلى الأمنيات من إيمان نادر هندسة إذاعية. ودائما أرق تحياتي وكل عام وأنتم بخير. دعوة للحب. دعوة للحب تقدمها لكم دينا عبد الباسط.